تعرفوا إن أول نهائي لدوري الأبطال اتلعب في باريس؟ هنرجع بالزمن لسنة 1954 لما صحفي شغال في جريدة ليكيب الفرنسية جات له فكرة تأسيس بطولة باسم كأس أوروبا. الموضوع بدأ سنة 1889 لما اتولد اللاعب الفرنسي جابرييل هانوت. مثل هانوت المنتخب الفرنسي في 12 مناسبة، أولها كانت في سنة 1908 ضد سويسرا. لعب بعدها 10 ماتشات مع المنتخب قبل الحرب العالمية الأولى، ويوم 9 مارس سنة 1919 لعب مباراته الأخيرة مع فرنسا وكان كابتن المنتخب. بعد ما تعرض لحادث طيران اعتزل كلاعب وأصبح صحفي. اقترح الاتحاد الأوروبي عمل بطولة بتجمع كل أندية أوروبا ووافقوا عليه، وأول بطولة كانت بتضم 16 نادي، ووصل للنهائي نادي ريال مدريد واستاد ريمز واتلعب في باريس وكسب وقتها ريال مدريد. اتوفى هانوت سنة 1968 بعد ما حضر 13 نسخة من البطولة اللي لولا ما كانتش هتبقى موجودة. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.